لو انت لسه داخل اولى جامعه ابو سيد فحبيبي يا حماده لازم تسمع الفيديو ده سكر زياده. ليه بقى؟ عشان ما تتلسعش وانت داخل اولى ثانوي. الفيديو ده انا بحبه جدا ولازم اعمله كل سنه، بس المره دي مختلف. اولا الفيديو ده هينقسم نصين، اكيد مش نص ميوز ونص ميتوز يا زكي، النصين. النص الاولاني هقول لك الحاجات الغلطات اللي كلكم بتقعوا فيها، هي حاجات مضحكه شويه بس دي فعلا معظمكم بيقع فيها اللي هو لسه داخل اولى جامعه. والحاجه الثانيه حاجه جديده او حاجه واو اللي هي بمعنى صح الكلام الجد اللي هي الكورسات، وازاي فعلا تستغل فتره الجامعه احسن استغلال بحيث ان انت تجيب اعلى درجات وفي نفس الوقت ان انت تخلص الجامعه فعلا تشتغل على مبدئيا كده. حماده اول حاجه ابو سيد ان الدكتور اللي بيديك المحاضره ده ما اسموش ابله ولا اسمه استاذ، اسمه دكتور. والدكتوره برضه اصلا ما فيش حاجه في اللغه العربيه اسمها دكتوره، اسمها دكتور برضه، ذكر انثى متجوزه مطلقه مخطوبه مش مخطوبه تكراش عليها اسمها دكتور، يعني ايا كان اسمه ايه اسمه دكتور. المعيد يعني لوجه الله تعالى حاول تقول له دكتور وعدي الليله قول له دكتور عشان اعمال السنه. ثاني حاجه اللي انت بتاخدها دي اسمها ليكتشر او سيشن، ما اسمهاش سيكشن ولا اسمها حصه، تمام؟ ولا الابله هتدينا الحصه كام بعد الفسحه، مفيش الكلام ده. ولو الجرس ضرب ابو سيد اعرف ان دي حريقه واجري، ده مش فسحه، ده مش جرس الفسحه. البتاع اللي انت بتاخده وانت مروح ده او الدكتور بيقول لك اسمه ما اسموش واجب، يعني دي يعني مثلا يقول لك ايه ده احنا عندنا شيت، ده الدكتور هيدينا شيت او انت بتقول عليه المستر احنا قلنا نسميه دكتور، تمام؟ هتقول ده شيت، لا ولا دي كده اسمها شيت، دي يعني ورقه يعني شيت، اسمه assignment. الدكتور ادانا assignment، اتعلم الاحترافيه. الناس اللي بتقول الدكتور ادانا شيت هو ما ادوكش شيت يا حاجات، اسمه assignment. واهم نصيحه لولبيه في الفيديو ده حرفيا اول يوم كليه ابوس دماغك اوعى تروح بكشكول ولا ببلطو ولا بمسطره ولا بلابتوب ولا ببدله، تمام؟ بيقول لي فيها عيال الله اكبر عليها بتروح ببدله، طب تعمل لي فيها خلف الدهشوري خلف وتروح للبدله، ما فيش حاجه. اول يوم كله ما تروحش، نصيحه مني ما تروحش اصلا. تاني حاجه بص، يعني انت عايز تعرف بتوع سنه اولى اول حاجه بيدور عليها في اول يوم كليه تخيل الجدول. احنا في سنه رابعه بنفضل نروح اول يوم بس عشان نفضل نتريق على بتوع سنه اولى، تمام؟ ونفضل ولا انت بتدور على تعالى انت بتاع سنه اولى تعالى ما اعمل عليك حاجه. كمان عايز تمحي من الذاكره حاجه اسمها ان انا اجيب امتياز في الجامعه، مفيش ده، مفيش الكلام ده. حتى لو جبت امتياز برضه ما لهاش لازمه. اسمع مني، بص انا عايزك تمحيها من الذاكره خالص يا ابو سيد ان انت تجيب امتياز، حتى لو جبت امتياز ربنا يوفقك يا حبيبي. حاجه كمان مفيش حاجه اسمها منحه خالتي شلبيه لتعلم اللغه الانجليزيه وكده، مفيش الكلام ده. ليه؟ لان اولا انت دلوقتي بتكتسب لغه، انت بتتكلم لغه عربيه، هل معاك شهاده حماده تقول ان انت بتتكلم لغه عربيه؟ مفيش الكلام ده. اللغه ما هي الا اكتساب. هتلاقي في ناس بقى بتضحك عليك في شويه كورسات كده، وده هكلمها لك في اخر الفيديو. ناس كتير بتضحك عليك في الكورسات، تيجي تقول لك ايه تعالى منحه خالتي شلبيه لتعلم اللغه الانجليزيه وايا كان وايه فاهم ازاي خالتك شلبي اللي بيتعلمها. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ابوس دماغك. والانجليزي يقول لك ده 12 مستوى ومش عارف كل مستوى بكام قد ايه، وعندنا مش عارف اي سي دي ال وسنتر بيل وليل ليفل، مفيش الكلام ده خالص خالص خالص. وانا هقول لك ازاي تحصل على الكلام ده كله في اخر الفيديو مجانا. هي كورسات بالاف الدولارات هتاخدها مجانا. وابعد عن حاجه اسمها اللي هو شؤون الطلبه، اظن بيقولوا عليهم اسمهم ايه بتوع الطلبه دول اللي هم شؤون الطلبه، لا رئيس اتحاد الطلبه. يقول لك انا رئيس اتحاد الطلبه، تلاقيه لابس بدله كده فروم عتبه يقول لك انا رئيس اتحاد الطلبه يا جماعه، تلاقيه شايل 3 علب سجاير كده ماركه وشايل 4 علب تليفونات اوبو ايفون، فاهم ازاي؟ و7 مفاتيح عربيه، يقول لك انا رئيس اتحاد. انت رحت ولا جيت؟ ولا انت اسمك طالب؟ يلا انا لما كنت شغال في جامعه خاصه كنت تيجي يقول لي انا رئيس اتحاد الطلبه، تقول له بص يا حبيبي انت طالب اطلع على دكتور. فاكر انت محمد سعد الملوك؟ انا دكتور انا نفسك مره كلب، انا كنت بقول روح العب مدرجه كلا، رحت ولا جيت اسمك طالب. فما تعمليش بقى الدور وتعملي بقى اللي هو ايه انا رئيس اتحاد الطلبه. وحاجه كمان ابو سعيد، شفت الواد اللي هو الشباب اللي تقوم قافلين الزرار من هنا دول، العيال النيرد دي عارفها دول، اللي تلاقي دايما ماشي للدكتور وجنبه شايل اللابتوب، ابعد عنه. هتبقى انت لو صاحبت الواد ده هتبقى منبوذ من الدفعه كلها. اكيد انت فهمت ليه. حاجه كمان وحاجه يعني صغيره، بص ما تعزمش اصحابك كل شويه. عزمت اول مره استحمل بعد كده، تمام؟ ليه كل شويه خلاص هيبقى على قفاك العزومه يا حبيبي يا بابا. معظمكم بياخد مصروف من بابا وماما، فما تحملش بابا وماما طاقه اكبر من طاقتهم وتعزم بقى اصحابك والكلام ده كله. حتى لو انت شغال معلش انت داخل على جواز او مرحله مقتبل العمر، فحاول ان انت تدبق قرش الفتره دي وحتى تستغلوه في الكورسات. دخلتوا كافيه او دخلتوا في اي حته كل واحد على حجر نفسه يا باشا. انا لوحدي، انا على حسابي، بس انا مثلا اشتريت كوبايه
الكوبايه دي انا هحاسب عليها، اشتريت ازازه الميه انا هحاسب عليها، خلص. على بقى الكلام الجد فعلا اللي هو فعلا ازاي استغل الكليه بتاعتي افضل استغلال، او فتره الكليه دي افضل استغلال. اولا كده عندك طريقين، يا اما تاخد كورسات بفلوس وده انا ما بحبوش، يا اما تاخد كورسات مجانا وكلها معتمده مليار في الميه. انت تاخد بفلوس ده اولا انت لازم يكون معاك فلوس كتير جدا، وهتنزل تلف على الارض وتروح وتيجي وهتبقى تايه. انما في حاجه كده، حد كده لولبي يعني عالمي، ربنا يخليه لنا، اسمه محمد ايمن اللي هو جيم. عملت لك حاجه جميله جدا، موقع جميل بيجمع لك فيه كل الكورسات اللي نفسك تحتاجها حرفيا مجانا لوجه الله تعالى، كلها مجانا. وكل الكورسات دي معتمده، سواء مثلا تعليم لغه انجليزيه من جميع الانحاء اللي نفسك فيها، كورسات برمجه برضه من جوجل، من حاجات كتير جدا، منح، اي حاجه انت، اي كورس نفسك فيه، تسويق اي نفسك فيه ان شاء الله. حتى كمان الام بي اي باذن الله بحاول دلوقتي ان انا اوصل له، اللي هو الماتيريال بتاعته مجانا. الام بي اي ده ماجستير اداره اعمال اصلا، وفي ماجستيرات ثانيه عندنا. كل ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في الديسكربشن او اول تعليق، او اكتب قدامك الموقع ده على جوجل وهيظهر لك. انا بقول لك استغل فتره الكليه برضه ازاي. حاول كل يوم نص ساعه على الموقع ده، او كل يوم نص ساعه على اي كورسات نفسك فيها، او كل يوم روح اتطوع مع اي حاجه. حاول تستغل ال4 سنين كليه في التدريب، انت دخلت كليه استغلها في التدريب، لان بعد ما تخلص الكليه باذن الله تعالى انت مفكر ان انت هتعتمد على الكليه وتقول انا خلص كليه راح اشتغل. مفيش الكلام ده. انا اول ما بدات دروس اديت بعد ثانويه عامه، قصدي بعد الكليه بسنه، يعني انا متخرج 2015 اديت دروس 2016، وربنا ما كنت اعرف المدرع البسيط من المدى البسيط، فالخبره هي اللي بتعمل. تخيل بقى انا كنت اديت دروس من 2010 او 2011، كنت زماني بقيت في تطور اكتر بكتير جدا وسبقت الزمن. فوانت في الكليه يا معلم انزل تدريب مع ايا كنت، في طب، هندسه، تجاره، حقوق، انزل مع اي حد في تخصصك خلال ال4 سنين دول، وحاول تاخد الكورسات. انا اضمن لك مليار في الميه، ودي قدامي ناس كتير جدا عملت الحركه دي بعد ما خلص الكليه، خدوا الكورسات، اشتغل وهو حاطط رجل على رجل. صح كده يا باشا؟ مروق الكلام. لا والرسمات والرسمات ده عايز كورس نط.